اهلا بيكم فيديو جديد حبايب قلبي. النهارده هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا برضو لينا في الدايت. الموضوع ده هو الاحساس بالذنب بعد الاكل الزياده. انا كنت بتعامل معاه ازاي؟ انتوا عارفين ان انا بحكي تجربه حقيقيه حصلت معايا، والحمد لله تخطيت العقبات اللي كانت موجوده فيها على مدار، عايزه اقول لكم، اكتر من سنتين. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقني في ان انا اجتاز كل الصعاب، وان انا اصبر، وان انا اواصل، وان انا الحمد لله بفضل الله اوصل للتارجت اللي انا كنت حاطاه. طبعا احنا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن اللخبطه وازاي اتعامل معاها، والنهارده هكلمكم عن ازاي كنت بتعامل مع يوم مثلا كلت فيه اكل زياده جدا جدا جدا، وكنت بتخطى العقبه دي ازاي. في البدايه عايزه اقول لكم ان الدايت في بدايته لازم تفهموا ان هيحصل لكم انتكاسات كتيره جدا 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 على ما الجسم يتقبل ان في اكل صحي وفي دايت وفي حياه صحيه. وكل ما كانت حياتك قبل الدايت ملخبطه، وكل ما كانت حياتك قبل ما تاخدي خطوه الاكل الصحي فيها عشوائيه كبيره وفيها اكل عمال على بطال، كل ما كان تخطي اول مرحله في الدايت صعبه. يا جماعه الموضوع سهل جدا بس افهموه صح. انت في بدايتك بتحسي انك انت عايزه تسيبي كل الدايت وكل الاكل الصحي والصيام المتقطع والكلام ده كله وتاكلي الاخضر واليابس. عايزه اقولك ان انت لازم تتعاملي مع الموضوع ده باريحيه شديده جدا 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 وبريلاكسيشن كبير جدا جدا جدا، لان الدايت مش حرب. الدايت مش حرب، الدايت سلام نفسي وراحة نفسية، وحاجة بعملها علشان ارتاح نفسيا، مش عشان ابقى مشدودة طول الوقت ومضغوطة. لا، صاحبوا الدايت، صاحبوا الدايت، صاحبوا الحياة الصحية، صاحبوا الاكل الصحي. ازاي انت لخبطتي وكلت زيادة؟ انا بقولش بقى على اللخبطة، لا، انا بقول على الاكل الزيادة. كلت في يوم اكل كتير جدا. لما تاكلي اكل كتير جدا اقعدي مع نفسك كده وقولي لنفسك هو جسمي طالب ايه النهارده زياده قوي كده وكلته. لان ساعات الواحد بيجيله مثلا ملوش نفس للموز، يعني انا مثلا ما باكلش الموز ابدا 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 ولا بحبه ولا نفسي بتروح له في الصيف، لكن في الشتاء بحتاجه جدا 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 جدا، وهبقى اتجنن كده ولو قدامي كيلو 2 كيلو عايزه اكلهم. ليه بقى؟ الجسم له احتياجات، له طلبات. اسمعي لجسمك، اسمعي لجسمك. الاكل الزياده ده او ان انت تتخلي عن الدايت وتزهقي منه، ده مؤشر ان جسمك محتاج حاجات. شوفي انت كلتي ايه، اكتبي انت كلتي ايه، وشوفي تقدري تدخليها لجسمك ازاي في الدايت، وواحده واحده كده. ومعلش، وطبطبي على نفسك وقولي لنفسك معلش جسمي لسه ما تعودش، الموضوع بس في بدايته، مش مشكله خالص 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 خالص. وزي ما قلت الفيديو اللي فات، نقطه ومن اول السطر، واشربي الميه بتاعتك. وبرده تاني يوم قللي في اكلك جدا جدا، وبعدين ابدأي بقى مع نفسك، ابدأي اعملي الاكل العادي بتاعك اللي هو بتاع الدايت، وامشي عادي جدا ولا كأن حصل اي حاجه. الدايت يا جماعه مش ان احنا ما بنغلطش فيه، لا، الدايت عادي بنغلط فيه، بنغلط وبنتخطاه، وحاجات كتير بتحصل. الدايت مش شريط قطر، الدايت احنا بني ادمين، احنا بشر، نفسنا بتروح لحاجات. سيبي نفسك براحتها، بس في الوقت المناسب اعملي كنترول عليها. يعني لو مسكت نفسك اسبوع وجيتي يوم كلت كتير قوي، ما تأنبيش نفسك، ده كويس قوي كده. لو انت قدرتي تمسكي نفسك في الاول يومين او 3 دايت، ده حلو. 4 5 حلوة قوي. اسبوع حلو. بعد كده انت من نفسك هتلاقيكي زي احمد حلمي كده في الفيلم بتاع اكس لارج اللي شافه، لما قال ايه؟ انا مش جعان، مش جعان، انا مش جعان. هتوصلي للمرحله دي والله صدقيني، واكلك هيبقى قليل جدا، ومعدتك مش هتتقبل اكل كتير، وحاجات كتير هتحصل لك. بس مع الوقت لازم الحاجات اللي في الاول دي ما تقوليش لنفسك انا فاشله، دي انتكاسات لازم تحصل في الاول. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وشجعوا نفسكم واستمروا ومفيش حاجه توقفكم. لايك وشير
واشتراك في القناه اللي مش مشترك. وبحبكم جدا 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 جدا، وعايز تعليق حلو منكم. باي باي.